كيفاش نقادو كيك ملفي جوج دقائق بطريقه كيما ديما سهله بسيطه اقتصاديه تحمر لكم الوجه ولذيذه في المذاق. اللي ذاقها يقول لك يا سلام، اللي قطعتي لي القطعه الاولى يقول لك هل من مزيد. تحمر لكم وجهكم بين ضيافكم. وإلا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه المختصره في دقائق، ما تنساوش لايك اشتراك باش هكا يوصلكم كل جديد. اما بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الكريمه نصف لتر حليب، نصف كاس سكر، 2 معلقات دقيق، 2 بيضات، معلقه فانيليا. غادي نصبوا الحليب في كاسرول ونخليوه حتى تيغلى. في واحد الاناء تنديروا البيض ونزيدوا معاه السكر ونطربوهم مزيان، ومن بعد عاد نضيفوا الدقيق، ومن بعد نضيفوا معلقه فانيليا ونعاودوا نطربوهم مزيان. من بعد تنجيبوا الحليب غليان وتنكبوه فوق منه تنحركوه شويه بشويه، وهنا غادي نرجعوه للكاسرول ونردوه فوق النار اللي تكون متوسطه ونحركوا فيه حتى يعقد معنا كيما هكا، ونردوه الاناء ونغطيوه بلاستيك غذائي باش هكا ما يديرش معنا طبقه ناشفه. اما بالنسبه للمقادير الكيك فغادي نحتاجو 6 البيضات، كاس ونص سكر، كاس زيت الا ربع، 250 غرام ما بين الدقيق والنشا، 2 ياغورتات خماره ونصف معلقه فانيليا، خبصه ملح وملعقه خل. غادي نضيفوا لواحد الاناء اللي غادي نطربوا فيه المكونات البيض كله، وضروري يكون بحراره المطبخ. هنا تنضيفوا السكر وتنضربوه مزيان حتى يطلع كي الثلج، ومن بعد تنضيفوا الزيت ونضيفوا الياغورتات بجوج، ونضيفوا معلقه فانيليا مع ملعقه خل، ونضيفوا المكونات تندمجوا مع بعضياتهم. عاد هنا غادي نغربلوا الدقيق مع الخماره، تنغربلوه فوق الخليط ونحركوه مزيان هكا تتغبر دوك الحبيبات ديال الدقيق. هنا غادي تحتاجوا لواحد القالب اللي تصبوه فيه اولا غير اطار كيما هكا وتفرشوه بورق الزبده. بالنسبه لهذا الخليط هذا احتاجينا قالب 30 سنتيم على 30، نضربوا به كيما هكا باش يشد معنا جميع الجوانب. وهنا غادي ندخلوه الفرن اللي كنا سخناه من قبل، والعافيه تكون مهيله تطيب لتحت، عاد تنشعلوا ليها على وجهها تحمر. ومن بعد ما تحيدوا القالب وتحيدوا ورق الزبده غادي يحتاجوا القطعه كيما هذه، وتنقطعوها لشطرين، ولا الا ما عندكمش يمكن لكم تقطعوا بشي موس طويل. وهنا غادي نعاودوا نرجعوا ليها الاطار باش هكا نتحكموا فيها وتجينا الفينيسيون مقاده. وهنا غادي نضيفوا الكريمه ديالنا من بعد ما حركناها مزيان وجاتنا رطبه، ونوزعوها فوق الكيك وما نحتاجوا نسقيوها لانها فيها الياغورت وفيها الزيت. ومن بعد ما سالينا غادي نضيفوا الطبقه الثانيه ونوركوا عليها مزيان. بالنسبه للتغليف غادي نحتاج 125 غرام شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء اللي تنضيفوا ليهم الماء وتنحركوا مزيان، وما تخافوش الا تكتلات معكم من بعد تتولي معنا على شكل غاناش. في بلاستيك المجمد غنديروا في واحد القنيته كريم كراميل، وفي بلاستيكه واحده اخرى غادي نديروا شوكولا سوداء هذه للتزيين. وهنا تنصبوا الكلاصاج ديالنا من الفوق وتنوزعوه مزيان. تناخذوا الشوكولا السوداء تنديروا بها خطيطات كيما هكا، تناخذوا كريم كراميل اولا نسلي تنديروا بها خطيطات ما بين الخطوط السوداء. تنحتاجوا لواحد العود اللي تنمشيو به كيما هكا تنديروا به خطيطات هكا شرقا وغربا. وفي الاخر دوك العيوب كلها تتغبر وتجينا على هذا الشكل، وتنزولوا الاطار وديروها حتى تتبرد حتى نقدموها. اما بالنسبه للجوانب فما يحتاجش التزيين، هكا تيبان طبقات مزيان. كما قلت لكم هاد المقادير خدا معنا 30 سنتيم على 30، يعني حجم عائلي. ويمكن لكم تنوعوا في الكريمه اللي درنا ما بين الطبقات، يمكن لكم ديروها بعصير الليمون او عصير البرتقال. عوض ما تخلطوا الماء مع الشوكولا البيضاء وديروا بها الكاناش يمكن لكم ديروا عصير الحامض او عصير البرتقال على حسب الكريمه اش درتوا فيها. وهكا تجينا الكيك ديالنا فنه نقدموها لحبابنا ضيوفنا ولادنا بالصحه والراحه. وكما اقول لكم دائما الا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه المختصره في دقائق، ما تنساوش لايك اشتراك باش هكا توصلكم كل جديد. والجديد دائما في اليوتيوب والفيسبوك. اطباق بيتنا مع فله.